ريال مدريد عندما تستفزه أو تمارس معه مزحة الوخز بالإبر الصينية. يهطل عليك من كل القمم، ينحدر إليك من الأعلى كوعل منتقم، يتحول إلى غول مخيف. ظاهره شلالة من عطر وباطنه مغارات أحشاء جائعة للافتراس. توقفوا عن الترهات، جاء هذا اللاعب أو غاب ذاك. فقط سحر فينيسيوس إذا حضر نفضت عنقاء مدريد رمادها وحلقت عاليا بجناحين من نار وشرر. قصة ريمونتادا ريال مدريد على حساب بروسيا دورتموند مشوقة للغاية. أظن أن الحبكة الدرامية التي كان بطلها المذهل والسهم النافذ فينيسيوس تتوارى أمامها كل حبكات القصص البوليسية لأجاثا كريستي خجلا وكسوفا. هذا ريال مدريد شيء خارق للعادة، كأنه يخرج لسانه لكل أساطير الإغريق، كأنه الوحش الرابض في أعماق تلك الأساطير ينهشها ويضعها في خانة النسيان. يا إلهي، 5 أهداف كاملة سجلها ملك أوروبا في شوط واحد، فكيف لو لعب الشوط الأول بنفس الشراهة والشراسة والصدوة؟ سيناريو جنوني ملغم بكل بارود الإثارة. شوط أول كان ريال مدريد مستكينا غير قادر على رش مبيده للقضاء على الجرد الأصفر. استقبل هدفين عن طريق دوني المالين وجيمي بينو. جاء الشوط الثاني، الهدوء المدريدي نشر كل عواصفه. فينيسيوس ركب على قدميه كل بساط الريح. دوامة عصفت ببروسيا. كان بروسيا دورتموند يبحث عن تخندق دفاعي يحميه ويقيه شر العاصفة المدريدية، لكن هيهات. بدأ رودريجو عدد الخماسية من تمريرة كيليان مبابي، ثم عاد مبابي نفسه ليمنح فينيسيوس هدف التعادل. بعدها جاءت وصفة الفلاسفة وسرعة العاصفة، فاسكيز الهدف الثالث، ثم هدفان للعاصفة الرعدية فينيسيوس. قصة رومونتادا الريال أمام بروسيا مذهلة تملأ كل خانات الخيال بالأسئلة. كتبه محمد العولقي.